الفنان عبد العظيم عبد الحق. يوم 1 يناير عام 1905 بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا اتولد الفنان والملحن متعدد المواهب عبد العظيم عبد الحق. اتولد في أسرة أرستقراطية اهتمت بتحفيظ القرآن الكريم ووفرت له مكتبة كبيرة مليانة بأمهات كتب التراث والشعر والأدب، وده اللي نمى عنده الأذن الموسيقية والثقافة العالية. وخلال طفولته حضر سهرات وأمسيات دينية كتيرة سمع فيها تواشيح وابتهالات دينية، وبقى عنده حالة عشق وهيام بالموسيقى العربية ومقاماتها. كمل عبد العظيم عبد الحق تعليمه بمدارس محافظة المنيا لحد لما حصل على شهادة البكالوريا. ولما خلص دراسة البكالوريا كانت رغبته إنه يحقق موهبته ويدرس في معهد الموسيقى العربية، إلا إنه والده رفض وقرر إلحاقه بكلية الحقوق جامعة القاهرة. وبسبب الخلاف العائلي ده هرب عبد العظيم عبد الحق من منزل والده للقاهرة، وهناك قابل الملحن الشيخ محمود صبح والملحن الكبير زكريا أحمد، وزميلهم فترة طويلة وتعلم منهم كتير. لكن النقلة الحقيقية للفنان الكبير جت لما التقى بفنان الشعب سيد درويش، وبدأت بينهم رحلة زمالة طويلة في فرقة أمين عطلة المسرحية. وبعد وفاة سيد درويش وتحديداً في سنة 1928 التحق عبد العظيم عبد الحق بفرقة أمين صدقي المسرحية كممثل، ووضع ألحان لمسرحيات الفرقة. وأخيراً في سنة 1948 حقق عبد العظيم عبد الحق حلمه والتحق بمعهد الموسيقى العربية وتخرج منه عام 1950. ألحان كتير قدمها عبد العظيم عبد الحق لكتير من الفنانين، ويمكن شهرته كممثل طغت على شهرته كملحن، رغم أنه قدم ألحان لكبار الفنانين من بداية الأربعينيات في الإذاعة المصرية، زي مثلا لحن أغنية الصيادين لكريم محمود، ولحن أغنية ريداك والنبي ريداك لليلى مراد، ولحن أغنية في قلبي غرام لمحمد عبد المطلب. ومن أشهر ألحانه هنبني السد لعبد الحليم حافظ، وأغنية تحت الشجرة يا وهيبة لمحمد رشدي. لما بدأ التلفزيون المصري عام 1960 شارك عبد العظيم عبد الحق كممثل في أعمال التلفزيون الدرامية، ده إلى جانب أنه قدم الألحان والموسيقى التصويرية لكتير من المسلسلات اللي علمت في أذهان المشاهدين، ومن أشهرها موسيقى تترات مسلسل الشهد والدموع اللي غناها علي الحجار. أما عن التمثيل فعبد العظيم عبد الحق شارك كممثل في كتير من الأفلام والمسلسلات اللي تنوعت ما بين أعمال اجتماعية وأعمال كوميدية وحتى أعمال تاريخية، وبلغ مجموعها 91 عمل، وده طبعاً إلى جانب وضعه الألحان والموسيقى التصويرية وألحان التترات ل16 عمل فني وأكثر من 52 أغنية لأشهر المطربين والمطربات. وفي يوم 3 إبريل عام 1993 رحل عن عالمنا الفنان الكبير عبد العظيم عبد الحق، بعد ما ترك لنا تراث فني وموسيقى عبقرية هتفضل في وجدان الملايين من عشاق الموسيقى والغناء والدراما في كل مكان.